شفتوا ازاي التفريزات اللي بنفرزها قبل رمضان بتنفع معانا؟ فضل على المغرب ساعة الا ربع الاكل بتاعنا خلاص جاهز على احسن حال واحسن وجه بالطريقة اللي هنعملها النهاردة. طبعا النهاردة هنعمل احلى شوية مكرونة ومعاهم الكفتة اللي احنا كنا عاملينها مفرزينها قبل رمضان بالشكل اللي احنا شايفينه. دي الكفتة يا حبايبي اللي احنا عاملينها ومزودينها بالعدس، احلى كفتة والله. بس طبعا انا كنت قايله لكم علشان بس تبقى جميلة خالص معاكم انا حطيت عليها حاجة هتخليها معاكم ولا كفتة الحاتي ولا غيره، هنعملها بأجمل طريقة والله. ما فرقت خالص يا حبايبي، ولا انها عليها عدس ولا انها لحمة، كأنها كفتة لحمة ما فيهاش اي يعني مكونات تانية. بالطريقة اللي هنعملها النهاردة افضلوا بس معانا وهتشوفوا عملنا فيها ايه وطلعت معانا ازاي بالجمال ده وبالطعم الأجمل كمان. لو جربتوها بنفس الطريقة فعلا مش هتبطلوا تعملوها دايما في رمضان او غير رمضان او في عزومات بالطريقة اللي احنا عملناها. بس افضلوا معانا نهاية الفيديو، اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. أهلا بكم حبايب قلبي في قناتي قناة حياة توفير مع اسم محمد. طبعا بنعمل معاكم فيديوهات طبعا موفرة جدا، وبنعمل تفريزات وأكلات اقتصادية إن شاء الله. النهاردة فيديو سهل وسريع مش هياخد معانا أي وقت، وطبعا كل ده لأن التفريزات اللي عندنا من قبل رمضان تفريزات اقتصادية جدا بس بتنفعنا والله يا حبايبي. طبعا لو شفتوا الفيديو بتاع التفريزات بتاع اللحمة او بتاع الفراخ هتعرفوا فعلا ان عملنا تفريزات اقتصادية جدا هتقعد معانا لآخر الشهر. طبعا مش على قد كده، احنا عملنا مع بعض حاجات، وطبعا بيوتنا مش اكيد مش فاضية، فيها كل خير، ربنا يوسع عليكم جميعا. طبعا زي ما احنا شايفين يا حبايبي النهاردة انا فكرت هطبخ ايه. انا كان عندي ظروف اتأخرت كده على الفطار. طبعا اعمل ايه، طلعت طبق كفتة من اللي احنا عاملينه مع بعض في التفريز اللي هو بتاع اللحمة قبل رمضان. جبت شوية مكرونة يعني حوالي كيلو الا ربع كده، وبعدين جبت بصلاية وجبت طماطماية وبطاطساية، ومعايا طبعا القطعة اللي معايا دي دهن من اللي هي بتاعة الخروف. طبعا الدهن ده او بتاع جمسي عادي اللي متوفر عندك. بس بصراحة دهن اللي هي بتاع الخروف دي، دهن الخرفان دي بتلاقيه معاكي فعلا بيدي ريحة وطعم، ولا تقوليلي الحاتي ولا غيره. والله يا حبايبي فعلا خلت الكفتة كأنها لحمة صافي، كفاية ريحتها اللي جايبة من آخر الدنيا. بس شوفوا بس هنعملها ازاي، طلعت معانا والله لذيذة خالص وجميلة وطريت خالص. يعني العدس المعروف عنه ان هو يعني بينشف كده، يعني لو هو متعرض للحرارة زي ما هنسويه طبعا هينشف. بس طبعا احنا اللحمة بتاعتنا كانت لحمة حمرا خالص ما كانش فيها اي دهون، طبعا دي هتخليها فعلا والله ولا ألذ كفتة دقتيها قبل كده. كفاية توفيرها، كفاية انها اقتصادية جدا. احنا عارفين طبعا اللي شافوا الفيديو يا حبايبي اكيد عارفين احنا عملناها ازاي. زي ما احنا شايفين يا حبايبي انا بدأت قطعت البصلة والطماطماية والبطاطسية اللي انا جايباها. لو عندك فلفل برضو مفيش مشكلة، وبعدين حطيت عليها شوية من التوابل اللي تحبيها ورشيها عليها، وشوية من الملح علشان ما تبقاش يعني محتاجة ملح او قليل الملح بتاعها في الطعم، لازم تكون طعمها مظبوط. وبدأت ان انا جبت المبشرة وبدأت ابشر الدهنة اللي معايا. طبعا هتبقى شرايح كلها مبشورة زي ما احنا شايفين كده. هبدأ ان انا هحطها على وش الكفتة، ويكون الفرن عندك متسخن كويس، وبعد كده هتحطيها على درجة حرارة عالية من تحت وهادي خالص من فوق. طبعا بالشكل اللي احنا شايفينه والله يا حبايبي كانت طالعة من الفرن والله فعلا يعني منزلة نسبة دهون مخلية الكفتة طريت واتحمرت كمان واستوت كويس، غير الخضار اللي تحتها كمان كفاية ريحته وطعمه جميل جدا. طبعا احنا بنحاول ان احنا نوفر ونعمل اكلات اقتصادية تفريزات اقتصادية، طبعا كل ده بينفعنا في رمضان وغير رمضان، لان الايام دي بقت صعبة بجد بالنسبة للمصروف، مصروف البيت او الاسعار كل حاجة يعني بتأثر. كل حاجة معلش مكفية حبايبي لما نعمل حاجة اقتصادية زي كده فعلا حاجة جميلة. وكمان ما فرقتش والله يا حبايبي، اللي مفرحني ان انا يعني فعلا عملت يعني المكون اللي انا حطيته اللي هو العدس حطيته على الكفتة ما فرقش خالص. بس اهم حاجة زي ما قلت لك سويها بنفس الطريقة هتبقى معاكي احلى كفتة، وما تفكريش بقى بعد كده تعمليها لحمة صافي سواء اللحمة رخيصة او غالية، اعمليها بس بنفس الطريقة كفاية فوائدها. طبعا زي ما احنا شايفين يا حبايبي انا طبعا كده خلاص بدأت ان انا اخلص الاكل بتاعي، يعني سلقت المكرونة وبعدين عملت الصلصة بتاعتها.
زي ما احنا شايفين طبعا الكفتة بتاعتنا طلعت شكلها جميل خالص، استوت وبقت جميلة والله، كفاية ريحتها. طبعا احنا هنخليها ولا حاتي ولا غيره، احلى كفتة اللي احنا هنعملها النهاردة واحلى فطار. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. يلا بعملوها بنفس الطريقة هتعجبكم جدا، جربوها بس زي ما انا عملتها كده. انا عملت الفيديو ده علشان خاطر كل الناس اللي شافت التفريزات بتاعتنا بالنسبة للحوم او بالنسبة للحمة. طبعا لما تعملوها بنفس الطريقة والله ما تخافوش خالص، هتطلع والله يا حبايبي جميلة. انا يعني حلفت لكم في الفيديو ده كذا مرة لان انا متأكدة انا بتكلم عن ايه. زي ما احنا شايفين طبعا خلصنا المكرونة، عملنا شوية عصير كده جمال. زي ما احنا شايفين يا حبايبي كده خلاص فطرنا خلاص بقى جاهز. اعملوا بقى الكفتة زي ما قلت لكم. اهم حاجة انا عاملة الفيديو والله ده عشان خاطركم، علشان بس يعني ما تنشفش منكم او تبوظ منكم. هي طبعا مش هتفك، ما تقلقوش خالص. كده خلاص جهزنا فطارنا تمام كده والله احلى فطار. شوية مكرونة شوية سلطة، اللي طبعا السلطة زي ما شفنا انا جبت النوعيات اللي احنا شفناها دي من الخضار. والكفتة بتاعتنا استوت وبقت تمام وبخرناها كمان ولا كأنها على الشواية. احلى فطار النهاردة. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، اعملوها بقى بنفس الطريقة. بس اوعوا تطلعوا من الفيديو من غير ما تشتركوا يا حبايبي، وكمان تعملوا لايك. يلا حبايب قلبي كل سنة وانتم طيبين، اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.